صراحة أنا كجزائري إسرائيل لا تشكل أي خطر للجزائر. نتكلم على العرب مش على الجزائر. مثلا نتكلم على العرب كواحد. يعني عامة لا على الجزائر بس. المنطقة العربية كلها. وإسرائيل متطورة. ايش من متطور يا شيخ؟ بت... على عداء هل هم عداء؟ لا ليس أعداء العرب. لا ليس أعداء العرب. إسرائيل ليس أعداء العرب؟ لا. من هو العدو العرب؟ من عدو العرب؟ العرب عدو العرب؟ العرب عدو العرب. احترم رايك. اتفق العرب ان لا احترم يتفقوا. رأيك. مقولة ابن خلدون، اتفق العرب ان لا يتفقوا. اسرائيل الوحيدة البلد الديمقراطي في كل الدول العربية. فعلا. ليه مش صحيح؟ أنا أتفق وياك بأن ما في ديمقراطية بالدول العربية يعني مثل دول الغرب، ولكن يعني لا تمجد إسرائيل، يا اخي شوف يعني لا تعلو إسرائيل على الدول العربية. الحكام كلهم العرب مع اسرائيل. شو دليلك؟ لو اعطيك مداخله من عندي بس. لما عملنا اخر دراسه عن الفساد مثلا، انت لما بتقيم اي دوله اترك اسرائيل عدوتنا ومحتل الارض ما مختلفين، ولكن لما بنيجي ننظر لها كتقييم، اسرائيل بالفساد افضل، يعني اقل فسادا من كل الدول العربيه، يمكن اخذ 60 نقطه، افضل دوله عربيه يمكن اخذ 43. الحريات بالعالم كمان بتلاقي اسرائيل افضل من كل الدول العربيه.